تتجه الأنظار السبت إلى دار الشعب مقر المركزية النقابية، وفي اختيار المكان أكثر من دلالة، فهي رسالة تطمينية من الحكومة للشركاء الاجتماعيين. لقاء الثلاثية يعول عليه لإعطاء دفع جديد وإحداث قطيعة مع قراءات أحدثت حالة من الصدام بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وفي الأجندة ينتظر إعلان ميلاد ميثاق شراكة بين القطاعين العمومي والخاص. اجتماع الثلاثية تحت عنوان إعادة بعث الاستثمار من جديد، تفعيل آليات الإنتاج الوطني أو المحلي، إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية للحصول على المشاريع وإنجاز مشاريع أخرى، محاولة تنمية الإنتاج الصناعي من جديد. الحكومة التي أعطت الانطباع على أنها تشجع الإنتاج المحلي ومنحت أفضلية للشركات الوطنية في الصفقات العمومية تراهن على صياغة آلية عمل تعطي دفعاً للاقتصاد الوطني. الحكومة الحالية كانت ركزت وأعطت الأولوية لكل ما هو محلي، سواء من ناحية الإنتاج أو من ناحية الحصول على صفقات عمومية أو صفقات خاصة لإنجاز المشاريع. الأولوية للمؤسسات الوطنية سواء كانت خاصة أو سواء كانت وطنية، وفي العديد الأحيان يتم فيه تحفيز على أن تكون فيه شراكات ما بين شركات القطاع الخاص وشركات القطاع العمومي الوطني. الثلاثية في طبعتها 21 تجعلنا نتساءل: ما إذا كانت ستفعل قراراتها على أرض الواقع، أم ستبقى حبيسة الأدراج وحديث صالونات كالثلاثيات التي مرت قبل ذلك؟